مغلقه ملهاش اي تفسير عندي. لياقيا احنا صفر، ذهنيا مش حاضرين، تكتيكيا مش موجودين، مفيش اي حاجه خالص، زيرو، بيج فات زيرو زي ما بيقولوا. جبن جبن جبن، خلاص انت شخصيتك اللي فيها كميه جبن وخوف من ان انت تستقبل هدف بقت متسلطه على اللعيبه، بقت موجوده على اللعيبه. النهارده انت عندك 2 سترايكر يجيدوا اللعب بالراس، جراديشار ووسام ابو علي. اديني رفعه واحده اترفعت صح طول الماتش، رفعه واحده، هات لي رفعه واحده اترفعت صح طول الماتش، وانت عندك 2 سترايكر عندهم قدره كويسه جدا ان هم يلعبوا بالراس. مفيش انت النهارده مفيش. وجمهور الاهلي عشان انجازاتك اللي حصلت السنتين اللي فاتوا كان دايما بيديك مبررات، واخرها مبررات هو كان بيهاجم الاداره علشانك لما ما كانش في صفقات قبل الصفقات الشتويه او قبل الميركاتو الشتوي اللي فات. لكن حاليا انت مالكش اي تبرير، مالكش اي عذر. راحه، اللعيبه مرتاحه، ضغط ماتشات مفيش ضغط ماتشات، عندك ماتشات قريبه ثانيه ورا بعض عشان تريح لعيبه ما عندكش، صفقات موجود، اللعيبه معاها معسكر معاك بقالها فتره ومفروض تكون متركزه معاك، موجود، انا بحضرها ذهنيا ولا تكتيكيا. فين المساعدين اللي معاك؟ فين كابتن محمد شوقي بشخصيته كمدرب كوره ان هو يوجه للكلام ده؟ فين سامي قمصان كمساعد مدرب؟ فين حاجات كتير جدا. النادي الاهلي مفروض عقده في ارض الملعب، ولا يوجد متهم حاليا قدامي غير كولر اللي انا كنت بدافع عنه، وفعلا يعني ياما مش دافعت عنه، هو كان ليه حق كان بياخده. ايه اللي خلاه يغير تفكيره؟ ايه اللي خلاه يغير افكاره وطريقته وشخصيته؟ هل ده كولر اللي في كاس العالم اللي قبل اللي فات لما كنت بتلاعب ريال مدريد ومغلوب 2-1 وعمال تهاجمهم عشان تتعادل، وبسبب ده تخسر 4 في اخر الماتش بشخصيتك بقوتك وكلها سقفنا لك ان انت هاجمت ريال مدريد وحاولت رغم الهزيمه الكبيره؟ هو ده كولر كان بيلعب النهارده مع فريق ملوش اي انياب هجوميه، سايب 2 ديفندر 90 دقيقه، 2 ديفندرز ما عندهمش اي لمسه فنيه ابداعيه هجوميه، سيبهم 90 دقيقه بيعملوا ايه في الملعب؟ خطه غلط، تغيير غلط، كوتشنج غلط، لياقه زي الزفت، مفيش تكتيك، مفيش حضور ذهني، مفيش اي حاجه خالص. ماتش الهلال يعدي زي ما يعدي ان شاء الله نعدي منه، ولكن لازم وقفه من الاداره ومن الجهاز المعاون لكولر. لازم نعرف فين المشكله، لان الوضع كده مزري. انت دلوقتي موسم وهيعدي، وهتقول ان انت طبيعي